صباح الخير. القاعدة النهاردة اللي هناخدها هي قاعدة both and either or و neither nor. يلا بينا نبدأ. both and يا ولاد بتيجي بمعنى كل من كأني فتحت أقواس وحطيت كل الناس اللي مذكورين في الجملة عندي جوه الأقواس وقفلت عليهم. فبطبيعة الحال بما إن أكتر من شخص دخل لأني لقيت كلمة and فأنا بتكلم على مجموعة جمع، وبالتالي both and دايما بيجي وراها الفعل في الجمع. فممكن على سبيل المثال أقول both أحمد and منى. تمام، يبقى انا بتكلم عن شخصين وبالتالي تاخد ضمير الفاعل زي. طيب لو انا قلت both احمد and his parents، احمد وبابا ومامته، يبقى انا كده بتكلم عن ضمير فاعل they هم. طب ممكن اقول both منى and I، منى وانا اللي هو احنا نحن we، وبالتالي سواء كان ضمير الفاعل او الاسماء بتعني they او we فالفعل اللي بيجي بعدهم دايما بيبقى في صيغه الجمع. يلا بينا نطبق. قبل ما نبدأ الاكزامبلز بتاعتنا لازم نكون عارفين ان both and حفظ بيجي بعدها الفعل جمع. both أحمد and منى are hungry. طيب أنا ليه اخترت are ما قلتش is؟ لأني أنا لو فتحت أقواس وتبقى دي العادة وإحنا بنحل السؤال ده، إن إحنا هنفتح قوس ونحط فيه أحمد and منى، مش أحمد بس يا ولاد، لقيت and الجملة ما خلصتش. أحمد and منى بين أقواس، تمام؟ أحمد ومنى اتنين ياخدوا الضمير زي، وبالتالي they يجي معاها are، ضمير جمع، فعل جمع، تمام؟ نيجي للمثال التاني both ليلى and her friends study science. كالمعتاد قوس وهحط جواه ليلى واصحابها. ليلى واصحابها اكتر من واحد، يبقى كده بقت مجموعه خدت ضمير الفاعل زي، وبالتالي تاخد فعل study فعل جمع. نيجي بعد كده both سارة and I go to school on foot. كل من سارة وأنا بنروح المدرسة. كل من سارة وأنا دي معناها we، وبالتالي تاخد الفعل جمع go. نيجي بعد كده ل either or. either or بتيجي بمعنى إما أو، والناس اللي درست either or قبل كده كنا دايما بنحفظ إن either or الفعل بعدها في المفرد. لكن دايما كان بيجي لي tricky question كده، أنا هشرحه لكم دلوقتي. التريكي question ده كان بيغلطني، فالنهارده هناخد either or بمفهوم أوسع شوية يخليني أحل السؤال العادي والتريكي question. مبدئيا either or معناها إما أو. يعني إيه؟ يعني بختار شخص واحد أو شيء واحد بين اختيارين أو حاجتين أو شخصين، فهقول إما أحمد أو منى كانوا موجودين، إما أحمد أو منى عملوا غلطة فلانية، واحد فيهم بس هو اللي غلط، تمام؟ القاعدة اللي احنا هنحفظها علشان نحل كل الأسئلة سواء كانت صعبة أو سهلة هي إن الفعل بيتبع أقرب اسم. مرة كمان الفعل بيتبع أقرب اسم سواء كان مفرد أو جمع. لو الفعل مفرد يبقى أنا هعرف إن الاسم مفرد، لو الفعل جمع يبقى أنا عرفت اوريدي إن الاسم جمع. يلا نبتدي وناخد أول مثال. either سلمى or ملك not late to the party. either سلمى or ملك not late to the party. طيب احنا عرفنا ان either معناها إما سلمى أو ملك متأخرين عن الحفل. طيب النقط بتاعتي دي أنا هعمل فيها إيه؟ أول حاجة عشان أحل السؤال احنا اتفقنا إن القاعدة بتقول إن الفعل بيتبع أقرب اسم، تمام؟ فأنا هشوف مكان الناقص، أنا هختار اوريدي is ولا are، قدامي two choices، هبص للنقط اللي قدامي وارجع لورا بعينيا واشوف لو لقيت أقرب ضمير فاعل أو شفت اسم. فأنا اوريدي أول ما رجعت لقيت ملك جنبي على طول. طيب ملك مفرد ولا جمع؟ تاخد ضمير الفاعل إيه؟ she، لأنها مفردة، وبالتالي بنقول she is ولا she are. برافو عليكم، بتكون الإجابة الصح is. either سلمى or ملك is late to the party. ليه؟ لأن الفعل اللي هو is بيتبع أقرب اسم أو ضمير فاعل اللي هي كانت ملك، اللي هي كانت بتاخد الضمير she، فبالتالي كانت she is. ناخد المثال اللي بيغلط ناس كتير أما نقول either علي or his friends not football. تاني either علي or his friends not football. تمام؟ طيب احنا اتفقنا هنبص للنقط ونرجع لأقرب اسم أو ضمير فاعل. فهنا قدامي friends كانت أقرب اسم موجود قدامي وجاية في صيغة الجمع. طيب يا ترى friends تاخد ضمير الفاعل إيه يا ولاد؟ تاخد زي. طيب احنا متعودين نقول they play ولا they plays؟ لا طبعا هتاخد فعل جمع، وبالتالي هتبقى إجابة الجملة هنا المرة دي either علي or his friends play football. play في صيغة الجمع لأنه بالظبط طابق أقرب اسم أو ضمير فاعل قبله. خلاص؟
كده حفظناها. نيجي بعد كده لآخر حاجة وهي neither nor، ونيذر نور معناها نفي. لا ده حضر الحفلة ولا ده حضر الحفلة، مفيش حد منهم الاتنين، ولا أي واحد من الاتنين حضر الحفلة. وزي ما اشتغلنا في القاعدة احنا كنا برضو أخدنا إن neither nor بيتبعها فعل في المفرد، لكن خلينا ناخدها بالمعنى ده هتسهل عليا كل الأسئلة الصعبة. الفعل بيتبع أقرب اسم سواء كان مفرد أو جمع بنفس الطريقة، وأعتقد بقت بالنسبة لكم سهل. يلا بينا نحل. neither علي nor his friend، لاحظوا المرة دي الفرق، neither علي nor his friend not to school today. لا علي ولا صاحبه بيروحوا المدرسة النهاردة. زمن الجملة present simple مضارع بسيط. neither علي ولا صاحبه بيروحوا المدرسة النهاردة. تمام؟ أنا هعمل إيه؟ من غير ما أفكر أنا بروح لمكان النقط وبرجع لورا لأقرب اسم أو ضمير فاعل اللي هو friend. تمام؟ وبشوف هل friend ده مفرد ولا جمع؟ لا ده مفرد، his friend صاحبه واحد بياخد الضمير he، فبالتالي بنقول he go ولا he goes. التصريفات العادية اللي بتتصرف مع he وشي وات وأخدناها في تصريفات الأفعال في البريزنت سمبل. بالظبط تبقى الإجابة goes، وبيكون neither علي nor his friend goes to school today. المثال الجاي neither علي nor his friends في اس في الآخر not to school today. كالمعتاد يهيألي بقت سهلة خالص، يعني ما فيهاش أي حاجة. هنبص للنقط وهنرجع للاسم اللي قبله. friends جات لي جمع، وبالتالي بما إنها جمع friends بتاخد ضمير they، يبقى بنقول they go، وبتكون الإجابة neither علي nor his friends go to school today. أتمنى تكونوا فهمتوا معايا الجزء ده، أتمنى يكون سهل، هو بإذن الله بسيط قوي. تابعوني علشان تشوفوا فيديوهات جديدة تفيدكم في دراسة الإنجليش. شكراً.